السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشرح لكم ما معنى كونتر بلاكي عامر. كاين بزاف تاع الناس كيسولوني يقولوا لي لا حنا بغينا شي حاجه تكون خشب ماشي كونتر بلاكي، شي حاجه تكون صحيحه. راه بالعكس كونتر بلاكي عامر الا كان الكونتر بلاكي نوعيه جيده ويكون كونتر بلاكي لاطر، هذيك هي الخدمه الصحيحه وهذيك هي الخدمه اللي كتكون متقونه. حتى في لافينيسيون في اي حاجه كتكون متميزه. خاص جوج تاع النقط: يكون الكونتر بلاكي نوعيه جيده ويكون عامر مزيان، يكون عامر بالخشب العادي، لكن هذاك الخشب يكون مدريسي ما يكونش عوج. غادي نوري لكم هنايا مثلا. هنا كما كتشوفوا هذه هي الخدمه عماره، كنعمروا بالخشب ديالنا اللي هو هذا. كما قلت لكم الخشب كيكون مدريسي، وشوفوا السمك ديالو. السمك كتحكموا فيه على حسب واش غادي نصاوبوا. بحال مثلا الا غادي نخدموا بيبان تاع البيوت كنعمروه بخشب بهذا السمك هذا، كيكون فيه 3 سنتيمتر. وإلا كنا غادي نخدموا بيبان تاع بلاكارات كنديروا خشب رقيق عليه. بحال مثلا هادو جناب تاع الناموسيه استعملت فيهم خشب غليظ. ممكن ندير خشب رقيق، لكن يعني باش نحصلوا على حسب الخدمه. يعني الا بغينا نديروا خدمه مزيانه نديروا خشب غليظ، وممكن اننا نديروا خشب رقيق. بحال هنا كما كتشوفوا الكونتر بلاكي هو هذا كونتر بلاكي لاطر برومي. هاو شوفوا السمك ديالو كيكون فيه تقريبا 4 ملم، وكنعمروه بالخشب العادي كما كتشوفوا هذا. اذا كما كتشوفوا هادو هما الجناب تاع الناموسيه اللي كنت نكوليهم. كندوروا عليه خشب بنفس النوعيه. مثلا هنايا استعملنا كونتر بلاكي لاطر ودورنا عليه خشب لاطر طبيعي حتى هو برومي، وحصلنا على هذه النتيجه. كما كتشوفوا النتيجه رائعه، وهذه هي الخدمه المتقونه اللي ما كتطردقش، وكيبقى الخشب هو رغم ارتفاع الحراره. واخا يجي الصيف كيبقى الخشب نتاعنا هو. حتى في البيبان ما كنلقاوش المشاكل، الباب كتبقى تبلع ما كتنتفخش، ما كيزيدش الحجم نتاعها يعني. وايضا في الجماليه كيعطينا منظر جميل جدا. نتمنى يكون عجبكم العمل. الا عجبكم العمل ما تنساوش تشجعوني بجيم او لا كومونتير كالعاده. نقطة أخرى كما كتشوفوا السوميات حتى هما فيهم خشب نقي، ما فيش هذوك دوك الدوائر السوداء، يعني هذوك الدوائر الكحل كنقولوا لهم المعيز حنايا في مدينة وجدة. يعني الخشب غادي تقول لي واش هو الفرق، غادي يكون السومي مدرج بالماطله. هذوك المعيز ملي كيكونوا كبار، هذوك الدوائر السوداء ملي كيكونوا كبار بحال هاد الصوره هذه. تما فين كتهرس الخشبه ما كتكونش صحيحه بزاف. يعني الخشب نتاع السومي ما غاديش يكون 100% ما فيهش الدوائر، لكن يكونوا دوائر صغيره ويكون خشب لا بأس به. يعني باش السومي ما يتهرش، ويكون فيه 3 تاع الرجلين. هنايا راني داير السوميات ما باينينش الرجلين، حتى الرجلين ما خاصش يكونوا غير 2 في القنوت، خاص يكونوا 3 باش السومي ما يتهرش ويدوم مده طويله. اذا النتيجه هي هذه. نتمنى يكون عجبكم العمل. نتمنى تكونوا استفدتوا من القناه. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تشاهدوا اعمال جديده ونصائح جديده. شكرا بزاف، ونتلاقاو في العمل الجاي ان شاء الله مع نصائح جديده وموديلات جديده.